الناس فاكرة إن الحضارة المصرية القديمة دي ماضي وعدّى، الحقيقة لأ، ده ماضي الدنيا كلّها والغرب لحد النهارده لسه عايش على علوم المصريين القدماء، بس الفرق إنهم قدروا يحافظوا عليها وإحنا نسيناها. لمّا تيجي تبُص في كتب زي موسوعة مصر القديمة أو كتاب عبد العزيز صالح عن تاريخ مصر القديمة أو حتى أبحاث الدكتور أحمد فخري، هتلاقي إنهم كلّهم أكدوا إن المعابد المصرية ما كانتش أماكن عبادة وبس، دي كانت كمان مراكز علم ومعرفة. فيها الفلك والطب والهندسة والرياضيات وحتى الفلسفة. المصري القديم كان دارس السماء وعارف حركة الكواكب والنجوم، وده باين في سقف معبد دندرة اللي عليه رسومات الأبراج ودائرة البروج السماوية. وده واحد من أهم الأدلة على إن المصريين هم أول ناس درسوا علم الفلك بشكل علمي. دكتور سليم حسن بنفسه ذكر إن الكهنة في المعابد كانوا بيحسبوا المواسم الزراعية بدقة، وبيعرفوا وقت فيضان النيل بناء على حركة نجم سيريوس اللي هو نجم الشعر اليمنية. يعني عندهم تقويم فلكي دقيق أكتر من أي تقويم في العالم كله. كمان الطب، المصريين القدماء كتبوا عن الجراحة والعلاج بالأعشاب وتشخيص الأمراض، وفي برديات زي بردية إدوين سميث وبردية إبرس بتشرح بالتفصيل طرق علاج وعمليات جراحية بسيطة، وده كان قبل ما اليونان أصلا يعرفوا يعني إيه طب. الدكتور عبد العزيز صالح وضح كمان إن المصري القديم كان أول من حط أسس القوانين اللي بعد كده اتنسبت لليونانيين، يعني اللي العالم بيسميه القانون اليوناني أصله مصري، اتنقل عن طريق الرحلات اللي كان بيعملها تلاميذ اليونان لمصر زي سولون وفيثاغورس اللي درسوا في المعابد المصرية. أما الهندسة فهي باينة في كل حجر في الأهرامات والمعابد. دكتور أحمد فخري اتكلم في أبحاثه عن دقة القياسات في هرم خوف، وإن الانحراف في الزوايا يكاد يكون منعدم، وده علميا شيء مدهش حتى بأدوات النهاردة. نيجي بقى للجزء اللي كتير ما يعرفوهوش، معبد دندرة اللي موجود في قنا واللي كان مخصص للإلهة حتحور. كان فيه سقف عليه رسومات فلكية معقدة جدا. اللوحة اللوحة دي اتعرفت بعدين باسم زودياك دندرة. واللي حصل إن في القرن التسعتاشر الفرنسيين والإنجليز اتسابقوا عشان ياخدوه، وفي النهاية فرنسا هي اللي كسبت السباق، واتنقلت اللوحة بالكامل لباريس واتعرضت هناك في متحف اللوفر. ودي مش إشاعة، دي موثقة في مصادر تاريخية وموجودة فعلا هناك. يعني جزء من علم المصريين اللي بيشرح علم الفلك كله موجود بره بلادهم. الغرب كان عارف قيمة اللي عندنا، عشان كده لما نابليون دخل مصر ما جاش بجيشه بس، جاب معاه علماء في كل التخصصات في الطب والجيولوجيا والفلك واللغة والآثار، وهم دول اللي عملوا وصف مصر اللي اتكتب فيه كل حاجة عن الأرض دي، لأنهم كانوا عارفين إن سر العلم كله هنا. بس الغريب إن في ناس لحد النهاردة شايفة إن دراسة التاريخ المصري ملهاش لازمة، وإن ده مجرد حكايات قديمة، مع إن الغرب بيبنوا علومهم على اللي سرقوه من حضارتنا. إحنا أول ناس عرفنا الكهربا من خلال الرموز في المعابد اللي بتوضح استخدام الطاقة، وأول ناس درسوا الكواكب، وأول ناس كتبوا قوانين العدالة، وأول ناس عملوا نظام طبي منظم. يعني ببساطة كل اللي بيسموه تقدم الغرب ده جزء منه جاي من علوم مصر القديمة، بس الفرق إنهم خدوها واشتغلوا بيها، وإحنا سيبناها تتحول لنقوش في المتاحف. فعلشان كده اللي يقول إن دراسة التاريخ المصري ملهاش فايدة لازم يفهم إن الماضي ده مش ماضي وبس، ده أصل كل علم في الدنيا. تابعني عشان نرجع سوا المعرفة اللي خرجت من هنا، ونفهم إزاي أجدادنا كانوا أذكى من العالم كله. الحضارة دي مش بس ماضي، دي بداية كل مستقبل.